مشاهدينا أهلا بكم من جديد استكمالا لبقية أخبارنا وإلى ملف النقاش الثاني لنهار اليوم. مجلس مساهمات الدولة يصادق على إنشاء مجمع عمومي كبير لإنشاء السكك الحديدية. استحداث مجمع عمومي كبير لربط مختلف أنحاء البلاد بشبكة موسعة من السكك الحديدية. نقاط أخرى نناقشها مع ضيفنا هنا في الاستوديو سيد جلول سلامة المحلل الاقتصادي. أهلا بك. أهلا بك أخي عبد الملك وبطاقم النهار وبمشاهديكم الكرام، وتحية من منبرك لأخي المجاهد الحاج سليمان في أرزو حاليا مريض، ندعو له بالشفاء. مرحبا بك، نتمنى ذلك إن شاء الله. بداية، مجلس مساهمات الدولة برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي في دورته 184 اجتمع أمس من أجل إنشاء مجمع عمومي مخصص للهندسة وإنجاز مشاريع السكك الحديدية. ما أهمية هذه الخطوة بالنسبة لقطاع النقل وقطاع السكك الحديدية بصفة عامة؟ نقرأها على 3 قراءات أخي عبد الملك. نعم. نقرأها من نظرة الحكومة، ماذا أرادت الحكومة؟ نقرأه من نظرة هذه الشركات، ماذا سيحدث لها؟ ماذا تجلب؟ نعم. ماذا تجلب؟ ونقرأها من حيث النافع العام أو الاقتصاد العام، كيس كيف سباسي. نعم. بالنسبة للحكومة، إذا قرأنا مع حكومة سي العرباوي نشوفوا باللي راهي تحاول تسرع نوع اسكون ابيل دي بوليتيك دو ريغولاسيون دو ديفلوبمون، دونك سياسات تنظيم التنمية. نعم. Elle cherche des outils pour accélérer لا كرواسونس. نعم. لوبجيكتيف تاع الوزير الاول هو وليكيب نتاعو ليكيب غوفرنمونتال وشنو هو؟ سي اكسيليري لا كرواسونس، غانيي دي بوان في لا كرواسونس. دونك بالتالي اي مجهودات يقوم بها راح تكون في هذا الاتجاه، سياسه تنظيم وتسريع التنميه. هذا من وجهه الحكومه، هذا هدفها المعلن والواضح وهي محقة. نعم. ومحقة، هي سي سون ترافاي، سي سون بولو. نعم. بالنسبة للاقتصاد الوطني، ماذا يستفيد الاقتصاد أو ماذا تستفيد المنظومة الاقتصادية الوطنية؟ هنا باش نفهموها أخي عبد الملك وحتى المشاهد الكريم تاع قناة النهار ولفناه نشرحوا له بالشرح المبسط باش نكونوا في نفس مستوى المعلومة. لازم تكون عندنا كي شغل في الطوموبيل دير نظرة في الروتروفيزور تشوف اش كاين، نشوفوا تاريخ السياسات الصناعيه في الجزائر، ليستوار ريسون دي بوليتيك اندستريال دو لالجيري. تشوف باللي بدات بعد بدايه السبعينات تقريبا السياسات الكبرى او سياسات البيج فارم، الشركات الكبرى اللي الجزائريين كامل يعرفوا لي زونسيان، مجمعات عموميه. نعم. ما با لي سوسيتي ناسيونال، الشركه الوطنيه، الشركه الوطنيه. نعم. الجزائريين اللي كبار في العمر من لا كارونتين الفوق عاشوا هذه المرحله، مرحله السبعينات، مرحله انشاء دونك حنا نسميوها شركة الأم. الشركات الأم، الشركات الوطنية. نعم. في لا لوجيك ايكونوميك يسموها لي بيج فارم، تصنع شركات كبرى ضربة وحده تفينونسي وتصرف عليهم ودير لنا انفستيسمون وتجي متقلع. نعم. الشركات الكبرى، الشركات الوطنية. ومن بعد مرحلة السبعينات لو بوم تاع لي بيج فارم، كانوا شركات كبار في الاسانس، في الميتال، في التكستيل، في بارتو يافي دو غروند سوسيتي. ومن بعد في بدايه نهايه السبعينات وسط الثمانينات ظهر نوع من الفشل في المانجمنت، دونك يا نيشيك في لو بيلوتاج تاع لي سوسيتي هادو. ودخلنا خرجنا من سياسه التصنيع، دخلنا لسياسه الصرامه الماليه. قال يا جماعه ماكمش عارفين تسيروهم، ماتنون سي لا ريغور كونتابل، نزيروكم ماليا. ومن بعد دخلنا في مرحله لوتونومي فينونسيار وما شابه وكسيتيرا، وصلنا بالتدرج تلحق علينا الاندثار او الافلاس، يلحق علينا الافامي في 90 كنا اجنور البترول طايح، الدنيا مدقدقه. ديكتانا قال حبس، فكوا القطاع العام نتاعكم، هيا ابداو. دونك شا صرا سياسه تفكيك وتفتيت القطاع العام، والضحيه الاولى كانت المؤسسات الصناعيه، دونك لونتربريز اندستريال. حتى كي لحقنا لوب دو 2020 رئيس الجمهوريه نتاعنا راه قالها في الخطاب تاعو تاع 1 ماي، الرقم نهزوه من عنده، قال لك كانت الصناعه، القطاع الصناعي يشارك 18% للناتج الخام، دخلنا 2020 3%. دونك انهيار كامل للقطاع الصناعي في الجزائر. انهار لماذا؟ بالسياسات التي طبقت عليه. سي سكون ابل لا فيليال الاولى، قال لك كانوا لي سوسيتي ناسيونال لي بيك فارم، قال لك ما قدرناش نسيروهم ريغور كونتاب، زيروهم فينونسيرمون ليسونسي الغاشي اكسيتيرا. ومن بعد قال لك حابس ما قدرناش نسيروهم، ديروهم لي هولدينغ لي اس جي بي، ومن بعد لي فيليال. ومن بعد شا صرا في اللونغاج ايكونوميك حنا نقولوها بزاف، صرا سكون ابل اون كانيباليزاسيون دي فيليال. لي فيليال كلاو بعضهم بعض، ولاو يتنحروا في بعضهم بعض.
يتناحروا ويتنافسوا على اسواق اللي بكري كانت نتاعهم، وبالتالي رابوا كامل. وشكون دخل السوق؟ دخلت الشركات الاجنبيه نوعا ما. القطاع الخاص في الجزائر هو معروف ديمارا بلامبور، دونك ما دارلكش الصناعات، n'a pas été industrialisé. هو ما جابش الاندستري، هو جاب لامبور، عوض لك النقص في لوفر الموجود في الانتاج. كان عندك صراحه كان ديزيكيليبر كبير بين لا دوموند ولوف. القطاع الخاص عوض لك لوفر، جابها من ليترونجي، امبورتاها وجده يعني، وزاد سرع تفكيك القطاع الصناعي. الحكومه في 2020 و2024 انتبهت، بون كاين رجال في الحكومات، حتى الحكومات السابقه حاولوا ينقذوا الموقع. بداوا سياسات كما قلت لك، داروا لي اس جي بي، لي سوسيتي جيستون بارتيسيباسيون، ومن بعد ما صلحوا لهمش كانوا داروا واحد برايك هكذا، من بعد الدعوه قاعد داخله في بعضها. يجيب ناس فاشلين يحط عليك في الجي بي يدخلك في الحيط. ومن بعد كيما نجحتش هذه راحوا لي هولدينغ. لي هولدينغ كيما كنت نحكي لك اخي عبد الملك قبل ما ندخلوا الحسن، يلعبوا غير بلي بورتفاي فينونسي، ستادير ما على بالوش واش صار في الصناعه، يحاكم غير لي زاكسيون، يخدم بلي زاكسيون، يبدل فيهم. مي دون زين ايكونومي ليبرال لي هولدينغ يمشي مليح، بصح انت في ايكونومي ادمينستري ايبر سنتراليزي مسيطر عليها الاداره العموميه. الهولدينغ مسكينه يلقى روحو اداره كالادارات، يلقى روحو اداره كالادارات. ملي هولدينغ ظهروا لي جروب اندستريال، سي ان بو مجمعات عموميه ان بو بلو اون فادير ان بو ميور على الاس جي بي والهولدينغ اللي كان. حاليا خرجنا، شوف كنا في البيك فارم، رحنا لا فيلياليزاسيون، ومن بعد رحنا لو هولدينغ الاس جي بي، ورحنا للجروب اندستريال. ماتنو رجعنا في لا لوجيك ايكونوميك دو لا كونسونطراسيون، دونك اعاده جمع الفروع في مجمعات صناعيه جديده. دونك دخلنا في التركيز لا فاز دونك خرجنا من لا فيلياليزاسيون، فقنا عقلنا، ضربنا الريح شويه، فقنا بلي دقدقنا الدنيا، هبطنا ل 3% كش ما بقى تواخذت خلاص. دونك قال ماتنو نرجعوا وين كنا. اون ايت اون تران دو فير اون مارش اريير، مي مارش اريير سالوتار، يعني امانه لله. انا ما نجيش الاعلام باش نمد دي كادو للناس، ولا كلمه حق نقول حق، مش حق نقولها في الاعلام، تعرفني. هنا الخيار صحيح. دونك اون ريفيان ا اون لوجيك ايكونوميك de bon sens. On réalise ce qu'on appelle les économies d'échelle. Donc انت اذا كان عندك شركه واحده، عندك مارشي واحد، فتت الفروع، تقعدوا تتناحروا بيناتكم، ويجي الشركه الاجنبيه تديكم المارشي وانتم قاع صغار. مثلا كي تتجمعوا تعودوا قوه كبيره، عندكم اون اوفر، ديروا اون اوفر ميور في لو مارشي، باسكو عندكم لي سينرجي، تنقصوا المصاريف اللي انتم تركبوا على بعضكم. كل واحد داير سياسه سوسيال، كل واحد داير بي دي جي ودو جي، وداير الدنيا مصاريف كبيره ما قادرش روحها. كي تتلايموا في ان غران جروب اندستريال رياليزيو هذه في لا لوجيك المنطق الاقتصادي، يقول كي يكون عندكم مارشي واحد، رايحين المارشي واحد، السكه الحديديه، الدوله الجزائريه عندها السكه الحديديه، كاع الشركات اللي رايحين يخدموا السكه الحديديه تلايموا في مجمع كبير. الحكومه راها سماتها مجمع صناعي كبير، ولا اي اسم تعطي له ما يهمش، مجمع عمومي. ليسونسيال هنايا الجروب هذا اللي يندار فينالمون كان موجود مي دقدق. كان لو جروب اس ان تي اف، وكانوا ناس ما شاء الله انا لحقت عليهم، كانوا ناس اقوياء ودي ماناجر مجادين، لكن ايزون سيبي لي بوليتيك دو لا كاس، دونك دقدقوهم في اين ايبوك. درك الحمد لله الحكومه راهي فاقت، الدوله حكمت شيها، قالت هيا اعاده تجميع، ما تفكيكه هو تفتيح في مجمع جديد. الخيار صحيح وثمينه هو اقول صحيح. في هذا الجانب استاذ سلامه، الاكيد انه هذا المجمع يكون في عده تخصصات، منها ربما الدراسه والمراقبه الاعمال، اعمال البنيه التحتيه للسكك الحديديه، كهرباء السكك الحديديه وغيره. هل هناك شركات عموميه اليوم قادره انه تحمل مشروع ثقيل كما هذا، هو ربط ربما مختلف ولايات الوطن، مختلف ارجاء الجزائر الواسعه بسكك الحديديه؟ ربما انت تسال الشخص الأقرب إليك للإجابة على السؤال مثل هذا داخل الجزائر. أنا سيرت مشروعين 360 كيلومتر في مشرية بشار، كي نقول لك سير صافي أنا ما سيرش في الأردناطة. دونك 360 كيلومتر مشرية بشار بور 1 مليار دولار. ثاني مشروع كان غليزان تيار تسمسلت قبل أن يتم توقف في حدود 1.2 مليار دولار. دونك أنا أعلم عن دراية كيف تسير شركات القطاع العام بالنسبة للسكك الحديدية. هي شركات مفككة مفتتة ومفشلة. دونك elle a été lourdement affaiblie alors que عندها des compétences extraordinaires، عندهم دي بروفيل ما شاء الله. لكن أين الخلل؟ أين الخلل؟ الخلل دابور السياسات الاقتصادية، يعني قلت لك كيفاش فتوها. فتوها لا فامي، قال لهم فتوا القطاع العام نتاعكم وفكوه، ومن بعد بيعوه مرسوات، صراحة هكذا هذه هي. وبعد فينالمون
كي تغيروا الحكومات وعوده الدوله ريكيبيرت، نحكيو على الدوله ما نحكيوش على الاشخاص والحكومات. نعم. باسكو الاشخاص والحكومات يتبادلوا. نعم. لكن الدوله هي الصح. نعم. الدوله من بعد كي عاودت ريكيبيرت روحها وشدت صوالدها تقول لك انا حبس، انا ما نفتتش القطاع العام تاعي فقط. دونك فينالمون ابري الى فال باش الدوله تفيق تحتاج 5 سنين 10 سنين. نعم. باش تعاود تكوريجي المسار تاعها. الدوله عاودت كوريجيت المسار تاعها، قال لك انا لي مارشي تاوعي وانا نمد فيهم لي زونتربريز ايترونجير والونتربريز تاعي قاعده تطلب والمهندس تاعي بطال والدنيا مدقدقه. قال لك انا حبس، انا لايم الغاشي هذو كامل ونروح ندير ان كرون جروب اندستريال. هذا الجروب اندستريال اللي غادي يدير فيه الهندسات، فيه الدراسات الهندسيه، فيه التنفيذ. نعم. وفيه l'electrification. Donc les trois ce qu'on appelle l'amont, le centre et l'aval, les trois parties تاع جروب اندستريال راهم موجودين. نعم. مثلا كي تركبه حذاري التركيب ما يكونش فاشل تاعي، ما تروحش تغير لي غير المسميات ونفس الاشخاص الفاشلين اللي فشلوا الدوله في القطاع هذا تروح ترجعهم لي في الهولدينغ ونعاودوا ندقدقوا الدنيا. نعم. يا اخي وما يتصفاو 30% من لا كومبوزونت ماناجيريال. لا كومبوزونت ماناجيريال 30% لازم تنحى ويدخل دو سون نوف، دماء جديده، ويدخلوا عناصر عندهم رؤيه للدوله ويساعدوا الدوله في بناء سكون ابل لو شيما ديريكتور نتاعها في لو سيكتور تاع لو سيكتور فيروفيار. الدوله مراهنه بزاف على لو سيكتور فيروفيار، تحتاج دماء جديده في المانجمنت. ما لازمش نلايموا نفس الاشخاص واللي كانوا يسيروا في الفشل نعاودوا نقولوا نطالبوهم بالنجاح او ما ينجحولكش. نعم. لازم 30% تصفيه دماء جديده. طيب استاذ سلامه، يعني شركه من هذا النوع ومن هذا الحجم كم تحتاج من وقت من اجل ان تظهر نتائجها في الميدان؟ شوف اولا انا اللي نعرفهم، شوف عندك شوف عندك سيدام. نعم. سيدام، سيتيراي، انفراراي، انفرافير، وشكون ربما كاين وحده بالك ما سميتهاش. انا المهندسين نتاعهم نعرفهم كما نعرفك عبد الملك. نعم. ناس مخاخ، دي تري بون تكنيسيان. لا تكنيسيتي كاينه، لي زيتود ils savent faire des études. سيما لو فونكسيونمون ماناجيريال فاشل. نعم. Ça a toujours été le même problème. طريقة العمل خطأ. التسيير. نعم. الفشل راهو في التسيير. حذاري تعودوا تركبوا مجمع كبير، تعودوا على نفس الاشخاص ونفس الناس وبنفس العقليات والذهنيات وتقولوا رايحين ينجحوا، ما راهش ينجح لك. نعم. زيد حاجه واحده اخرى، انا نصيحتي للسي العرباوي ونصيحتي للحكومه، وهذا واجبي كمستشار وكخبير اقتصادي، وانا حكيت لك من راني جاي، دونك جو ميتريز بيان لو دومين تاعي، جو ميتريز تري بيان. نعم. انا نصيحتي للحكومه انها دير ان جروب، لكن تخلوا منفتح للقطاع الخاص، ما تديرش الغلطه دير ان جروب وتغلقوا. ديروا سو فورم دي بي ولا ما ديروش بي او، حطوا فورم داكسيون كومبليتي كاع لي زاكسيون تاعو، حطها في لابورصه اخويا، حط لا فالور نتاعو، خلي دي زاكسيون كيما حلينا لي بنك. انا نصحت بزاف في الحكومات في فتح راس مال البنوك والحمد لله سمعت الخبراء نتاعها وراهي بدات العمليه. نعم. نفس الشيء، هذا مجمع صناعي جديد يا اخي، ركب له راس المال نتاعه، روفالوريزي لو باتريمون، باسكو من بين اسباب الفشل تاع لي فيليال اللي قلت لك عليهم، لي كانيباليزاو بعضهم بعض، سو سون كانيباليزي وكلاو بعضهم بعض، دقدقوا بعضهم بعض. سكو لو باتريمون اندستريال نتاعهم لا ايتي سوزيفالي. كيف انت تهزما اي شركه مثلا تهزها؟ مانيش عارف انا، هز لك فرافير في الرويبه، شوف الباتريمون تاعها شحال يسوى. نعم. شوف التيران تاعها في الرويبه شحال يسوى سي محمد. كيفاش تقولوا انت غدوه نديرها لك كونطابلمون فالوريزي لك بور 2 دينار لو متر كاري؟ كيف في الشراء قال لو متر كاري يدير 20 مليون تقول لي انا نفالوريزي لك باتريمون ب 3 دينار؟ لا سي محمد، نصيحتي لحكومه السي العرباوي، واظن الناس العربي راح يسمعني، ريفالوريزي لو باتريمون على فالور ريال. نعم. ارسل. طيب. خبراء يقيموا لك ممتلكات هذه المؤسسه على الصحيح، زيد دير لهم ان دوتاسيون بودجيتير كبيره، وقفهم مليح، اميليوري لو ماناجمنت. راني نقولها لك على ضمانتي، صفي 30% في الماناجمنت، روح جيب 30% اطارات كف جديده قويين مسلحين، ركب لو جروب نتاعك، حطها في لابورس. طيب خلي لو بريفي يدخل فيه تاني، ما تغلقاش على القطاع العام. هذا بالنسبه للعنصر البشري، انه يبني مجمع عمومي بالاعتماد على كفاءات جديده عندها دماء. نعم. يعني انصح بان راس المال، واش يعجبني في النهار اننا نقدروا نقدموا نصائح للحكومه. نعم. هذا واش يعجبني على بان نجي عندكم بزاف. نعم. انا نصيحتي للحكومه انها تحل راس المال المجمع مباشره، ما تبنيش بيبليك ولا 10 سنين تخمم تحلها. يا اخي ركبه، دير لها راس مال نتاعها، دير لها لا كومبوزون فينونسيير، حط له كونساي دادمينستراسيون، حط له لاسومبلي جينيرال، حطه في لابورس، قال ها واش على يسوى، وعندي مثلا 10% 30% مفتوح. على نقول لك انا هكا اخي عبد الملك، باسكو انا نعرفهم من الداخل كيفاش دايرين. شركات كبيره ما يقدرش يشري بنوماتيك تاع لي كاميون تاعو، باسكو شوف الجوفرن مركزيه. نعم. دوك نقول لك
لا بنك سنترال واش راه يدير لك؟ الحكومه خدمت بزاف على لا بنك سنترال عامين وهي باش ركبتها وعاود رجعتها في بلاصتها وكل حاجه تحاول ترجع بلاصتها. لا بنك سنترال دير لك لا ستابيليزاسيون دو ليكونومي. لو غوفرنمون يعس لك لي زيكيليبر بودجيتير. لي بنك كوميرسيال يديروا لك سكون ابل لا ريغولاسيون ايكونوميك وجور لو جور، يحيي ويميت لونتربريز الضعيفه ويحيي لونتربريز اللي تستاهل بار لي كريدي. ولي زونتربريز يمشوا لك بلا بوليتيك كونتراكتوال، هندسه العقود. لان راني فوت تقريبا شهر وانا نوجد اطارات فيها حوالي 75 اطار دوله وجدتهم في هندسه عقود الشركات. بالتالي انت يا ربي الشركات نتاوعك باش يدخلوا في هذه لا لوجيك ايكونوميك، لا لوجيك دو جروب، لا لوجيك دو كونسونطراسيون، لكن لا لوجيك دو ليفيكاسيتي و ليفيسيونس. تالمون قادر على روحك، حط لي زاكسيون في لابورس، خلي عموم المواطنين يشري اون بار من الكابيتال نتاعك باش ما تعودش عندك مشكل ما تقدرش تشري حتى بنوات، ما تقدرش تشري بطاريات وتلقى روحك شركه كبيره ومكولف لي بتي ديتاي. البريفي يسلكك. طيب. خلي البريفي يدخل معك. طيب استاذ سلامه، تشوف انه المجمعات العموميه سواء الجديده والقديمه يجب انه تراجع سياستها في الجانب المالي، سياستها في جانب راس مالها وغيره. هل هذا هو مربط الفرس بالنسبه للمؤسسات العموميه؟ شوف، مربط الفرس اخي عبد المالك، لا أنا ولا أنت سنعيد اختراع الهاتف. مربط الفرس سي ليفيكاسيتي ايكونوميك. أنت راك تاجر، شركة تاع دولة ولا مجمع ولا تجمع، أنت عندك هدف تجاري، توفر مواد، توفر خدمات، توفر أشغال مقابل لا رونتابيليتي. أي شغل فيه اميلوراسيون لا رونتابيليتي اهلا وسهلا تفضلوا. انت درك راني قلت لك شركات كبيره وعندك تعقيدات اجرائيه، تفاصيل بسيطه عندك فاشل، يعني. عندك فاشل نسميوها كان بزاف ان شاء الله يسامحوني اخواني واخواتي اللي مسيرين في القطاع العام، عندهم فشل اجرائي في حوايج صغار. شركات مجهده قويه عندها دي مارشي كبار، انت كشركه واش تحتاج؟ ولكن ربما التدرج في المسؤوليه هو اللي يخليه عاجز، انه ما يقدرش يتخذ قرار اذا ما شاورش اللي فوقه. شوف يعني. الاجراءات مكبله. نعم. دخلوا في واحد لي لوجيك سويسيدار، وبالتالي بدا كسروا بعضهم بعض. قلت لك دخلوهم في لي فيليال، انت يا جروب واحد قسموه، قال له انت دير كوميرسيال وانت دير مانتونونس وانا دير لا برودكسيون. بعد لا برودكسيون كلا البريفي فكلا المارشي نتاعه، هذا ما لقاش معاه من يخدم وهذا حابس. دونك يفو سيرفيي لي لوجيك ايكونوميك. ما تقطعليش لو جروب اندستريال على مقاسات سياسيه، قطعه على حاجيات اقتصاديه. وكي نقولوا اوتونومي مش كلمات هكذا بالفض قال تيري برك اوتونومي واحكي لهم حكايتك، ماشي اوتونومي ريال. خويا انا عندي ان كونساي دادمينستراسيون، عندي اون اسامبلي جينيرال، انا ما تجينيش اماره من الوزاره ويقول لي ممنوع كذا وما تفعلش كذا، ما عندك ما دخلك فيا حبيبي. طيب انت انا تابع الكونساي دادمينستراسيون تاعي، تابع لاسامبلي جينيرال. وانت وزاره تحب تحكي معايا روح فوت لاسامبلي جينيرال، ما تراسلنيش وما تبعثليش مراسلات. سيد سلامه، بالنسبه للتكنولوجيا نقدروا انه ننشئوا مؤسسات عموميه قويه مجمعه في بعضها فيها مختلف التخصصات، ولكن ما عندناش تكنولوجيا. وراه الاشكال. ما هو العمل؟ التكنولوجيا تكتسب او تشترى. نعم. او تنقل. نعم. لاشين باش طلعت؟ لاشين طلعت بالهندسه العكسيه. نعم. وبالاستثمار. استثمروا في الهندسه العكسيه بين قوسين باش يفهمها المواطن، استثمروا في الكوبياج اندستريال. نعم. يا اخي دير كيما الناس، علاه انت راح تخترع من جديد؟ نعم. حنا نعرفوا خير من الباكستانيين. شوف الباكستانيين بيديهم بصباحهم يصنع لك العجب. حنا رانا عايفين لي ميتي. رجع للاندستري دي ميتي نتاعك، رجع لو كوبياج اندستريال واستثمر فيه. انا نشوف مثلا التلفزيونات الوطنيه نتاعنا مساء صباحا تشجيع الستارت اب، تشجيع. يا اخي ورا الاستثمار تاعك، ورا الاموال هذه انا مش قاعد نشوف فيها. انا ما تشجعنيش بالكلام ومن بعد تروحوا تجتمعوا لي انا في لوراسي ولا في شراطون ولا الناس كاليه وشربان بعد يمسحوا فمهم كان والو. يا اخي خلي لي انتراس. انا ما تجيش تحضر لي مؤتمر لا ما عندكش ان ارتيكل، لا ما عندكش بوبليكاسيون، لا ما عندكش نصيحه للحكومه، لا عندكش توجيه. ريح في دارك يا اخي ما نحتاجكش. دونك ليكونومي تحتاج تدفق مالي حقيقي. il faut injecter des fonds. شوف الامريكان اللي بغى يطلع لاندستري باغ اكزومبل كيما بغاو يطلعوا لاندستري ايرونوتيك ولا لي فيزي ولا ما شابه، استثمارات قويه سي محمد. نعم. شوف ذوك النانو تكنولوجي دراهم كبار محطوطين. شوف الانتيليجونس ارتيفيسيال، كل دوله ما حطتش اقل من 3 مليار دولار.
انا تقدم لي تشجيعات، ما احتاج تشجيعات، وريني دراهم حيين، راس مال مخاطر، اون بليس دو سا ما نحتاجش التعطير الاداري بزاف، الاداره استغولت على يعني خلوا السوق حر، يا خلوه أخي مفتوح. شوف يعني اخي عبد الملك، انا يعني خطرت والله غير نتشوكا لا فاسون اللي الاداره تاعنا هاجمه على الاقتصاد باش دير ستارت اب انوفونت. نعم. نحتاج سيرتيفيكا واحد اداري يقول لي انت واه انوفون، يعني انت كي ني با انوفون دي تو، انت بيروقراطي. ولكن المشاريع تحتاج الى تنظيم السيد سلامه. يعني خليني من لا ريغولاسيون، لا ريغولاسيون ايكونوميك ماشي معناها انك تتدخل في لي زيتاب تاع لو فونكس تاع لو سيكل ايكونوميك، لا ريغولاسيون ايكونوميك سي تسهل لي الوصول الى الموارد، تسهل لي المنافسه وتحبس عليا. تعطيني شرعيه اداريه وقانونيه. صحيح، لكن ما تدخلش في مكاني. درك اخي عبد الملك، انايا اونتربريز ستارت اب باش نروح ندي ان فوم لا بانك ولا نحط ان كريدي ولا نحتاج اون سيرتيفيكاسيون. شكون عطاني سيرتيفيكاسيون؟ اداره بيروقراطيه متخبيه في واحد الوزاره هكذا، نروح لها نعطي لها الوثائق ويحط لي كاشي، وراني رايح حدا تبني ولا هو. درك واحد الغبي يعطي الاوتوريزاسيون للذكي، يبرر له باللي هو ذكي، كارثه هذه. دونك لازم الاداره دائما انا نقولها من المنبر تاعك، يا اخي تراجعوا، يا اخي تراجعوا للاقتصاد. الاقتصاد يحتاج الحريه، مرونه ايضا، يحتاج المرونه، يحتاج الحريه، يحتاج المبادره، ويحتاج تخليوا له يتنفس وتخليوا له لا ليبر كونكورونس. اون ايكونومي فيها مشكل في لا ليبر كونكورونس كاين غير تقيس فيها. انتهى الامر وقضي الامر الذي فيه تستفتيه. نعم. طيب السيد جلول سلامه المحلل الاقتصادي، شكرا لك على كل ما قدمته من نصائح. نرجو ان ترفع هذه التوصيات الى الحكومه من اجل اخذها بعين الاعتبار وتحويلها الى مشاريع وقرارات حقيقيه.